عنده مرض خطير وهيعتزل خلال أيام، ورامز جاب من الآخر هو فعلا آخر برنامج هيقدمه. إيه الكلام ده؟ وإيه المرض اللي عنده؟ وإيه حكاية جوازه من ممثلة في السر؟ كمان هنعرف رد فعل مراته اللي ناس كتير لما شافت صورها قالت يا بخته، دي ملكة جمال، ازاي يتجوز عليها. تعالوا نقول لكم أسرار لأول مرة عن رامز جلال وتفاصيل حالته الصحية اللي خلته يطلب من المسؤولين عن برنامجه إن الضيوف يكونوا بعاد عنه ومحدش يضربه بعد المقلب. التفاصيل اللي جاية مهمة قوي، بس قبل ما نتكلم عن أي تفاصيل تخص مرضه أو أسرار جوازه شاركونا بالتعليقات وقولولنا إيه أكتر حلقة عجبتك ببرنامج رامز السنة دي. خلينا في البداية نقول لكم سن رامز جلال الحقيقي، عشان ناس كتير فاكرة انه في اواخر الثلاثينات. رامز عنده 51 سنة لانه من مواليد 1973، ورغم سنه الكبير بيبان الشاب الروش الكول. رامز خريج المعهد العالي للفنون المسرحية، وهو دفعة السقا وحلمي ومحمد سعد. ومن المعلومات المهمة قوي عن رامز جلال انه من اغنى النجوم في الوسط الفني، وفي معلومات بتأكد انه اغنى من محمد رمضان، وفي مجلات اقتصادية اكدت ان ثروته عدت 700 مليون جنيه، ده غير الشقق والفلل اللي بيمتلكها في دول كتير جدا سواء في اوروبا او في دول عربية. قبل ما نتكلم عن تفاصيل مرض رامز جلال وقرار اعتزاله، خلينا نقول لكم انه من الفنانين القليلين جدا اللي محافظين على حياتهم الخاصة، يعني مستحيل ينشر على السوشيال ميديا صور لمراته أو ابنه. رامز عنده ولد واحد اسمه ياسر على اسم أخوه ياسر جلال اللي بيحبه جدا، وبيقول دايما إنه مثله الأعلى. مش بس كده، ده اتكلم مرة عن ابنه وقال إنه شبه عمه جدا. ابن رامز جلال دلوقتي عنده 12 سنة، ورغم كده عمره ما نشر ليه أي صورة. طب إيه حكاية إنه اتجوز من فنانة تانية في السر على مراته؟ مبدئيا كده رامز متجوز من بنت من خارج الوسط الفني، وتسرب ليهم مرة واحدة بس صورة كشفت قد إيه هي جميلة ورقيقة. بس من فترة اتقال إن رامز اتجوز من فنانة اسمها غادة الشريف، بس هو طلع على طول وقال إن الكلام ده مش حقيقي، وإنها مجرد ممثلة، والصورة اللي بتجمعهم من عمل فني اتعمل من زمان. وبكده نفى رامز جوازه السري من فنانة مغمورة. نيجي بقى للسؤال الأهم، ايه هو مرض رامز جلال وايه حكاية اعتزاله؟ اتقال كلام كتير ان رامز مصاب بالسرطان، وده واضح جدا على ملامحه السنة دي، وانه هيعتزل قريب، بس الحقيقة انها مجرد اشاعات، وان حالته الصحية كويسة جدا. اما عن فكرة الاعتزال فحقيقي رامز كان محبط جدا السنين اللي فاتت، لأن برامجه ما كانتش بتحقق نجاحات قوية، بس برنامجه السنة دي كسر الدنيا وعمل مشاهدات ضخمة جدا رجعت له ثقته بنفسه مرة تانية. شاركونا في التعليقات وقولوا لنا البرنامج السنة دي عجبكم ولا لأ.